اكيد الاغلبيه عندكم في الثلاجه وبغيتو تخضروه بشكل ومذاق مختلف والذ وبلا كثر تلوكو، فهذه هي الوصفه اللي شفتوها عندي في ستوري وبغيتوني كامل نشاركها معكم. الصينيه اللي كتدخل الفران غادي ندهنوها ونديروا اي طروفه ديال اللحم باقي عندكم ماشي مشكل، نتكبغوا ونقسموا الثومه على جوج ونبقاو ندخلوا هكا الثومه في دوك الطروفه ديال اللحم، وكخطوه اختياريه ولكن ماشي ضروريه. نجيجو بالكابونبار كيجي رائع، كتحطوه بحال هكا وكتديروا له ثقوب غير هكا شويه وكتدخلوا حتى هو فيه الثومه، كنحطوا ازيم فوق هذيك اللحمه وكنرشوا المليحه فقط صافي وكنسدو مزيان، كندخلوا الفران على عافيه متوسطه مده ساعه. وبالنسبه للبوطيطوس كتكرطي باللحم كنديروا لها الملح والزيت وندخلوها الفران. وهنا غادي نوجد الصلصه اللي غندهن بها اللحم، عندي الزبده غنزيد عليها العسل وغادي نزيد موطارد وغادي ندير صويا صوص ونخلط، كتجي احسن صلصه، كتجي رائعه بزاف. من بعد ما حليت على اللحم شوفوا كيفاش كتخرج ديجا محمره، كندير فوق هذاك الصلصه وكندخلها غير واحد 5 دقائق زيد تحمر. البطاطا من بعد ما طابت كنزيد لها الزعتر والتحميره وبصله بودر، كتجي سنه غزاله البنات. شوفوا اللحم تحمرات حتى هي كتجي رائعه، ضروري تجربوها. صحه وراحه.